حلو قوي السؤال ده. عايز اقول ان انت راس مالك الحقيقي هو مجهودك وطاقتك والخطه بتاعتك. وبالتالي لو انت خطتك البلان ايه بتاعتك ان انا عايز اخد تريننج في امريكا، عايز اتعلم تخصص معين في امريكا، بعد كده بقى هكمل في امريكا او مش هكمل، دي حاجه تانية. فيبقى اليوسملي هو اختيارك الوحيد، لازم تاخده. طيب لو ده مش اوبشن او انا مش بفكر في ده اصلا، او عندي اختيارات تانية قبل ده، يعني مثلا لا بفكر في انجلترا، لا بفكر الخليج، لا بفكر ان انا عايز اروح اي مكان تاني، استراليا، نيوزيلندا، اي حاجه من الحاجات دي، يبقى اليوسملي خيار كمذاكره. لكن كامتحانات لا خالص، ملوش اي قيمه، وحرام ان انت تضيع فلوس ومجهود مذاكره زي ده عشان تروح مكان تاني اللي اوريدي مش هيعترف بيه، ملوش اي قيمه بالنسبه له. فاهمني؟ يعني حتى في بعض البلاد يقول لك ايه، انت المفروض احنا بنمتحن 3 امتحانات، فانت لو واخد يوسملي هنشيل لك امتحان منهم. لا، انا همتحن الامتحان عادي مهما كانت صعوبته، عمرها ما تكون زي ستيب 1 ولا ستيب 2 وهكذا. عشان كده مهم قوي ان انا ابقى عارف انا عايز ايه. اكيد لازم يكون عندي بلان ايه وبلان بي، بلان سي حتى يعني بعيده شويه بس لازم تكون موجوده. فكره البلان ايه او حاجه بس هي اول اور نون غلط جدا. الحياه مش هتمشي معاك دايما زي ما انت عايز، هيحصل حاجات مؤقته توقفك، هتبقى تعيش في دوامه الاحباط وظروفي وحظي والكلام ده، مش هتخلص. لازم تكون فليكسبل شويه، ان الدنيا هتحصل اللي انت بتحلم بيه او اللي انت عايزه طول ما انت ريزيستنت وعايز توصل وبتذاكر. لكن امتى هيحصل دي حاجه بتاعت ربنا مش بتاعتنا خالص. فبالتالي لو انت بتفكر في دوله عربيه او الخليج او اي حاجه، ما تذاكرش يوسملي خالص. اقصد ما تمتحنش يوسملي، سوري، ما تمتحنش، ما تخشش امتحانات، لكن ذاكرها كمنهج يخليك دكتور شاطر، او ذاكرها كمنهج يخليك تقدر تذاكر اي امتحان تاني في اي بلد تانية في العالم. واضحه دي؟ اتمنى النقطه دي بالذات تكون واضحه. فانت اقعد مع نفسك كده، شوف انا عايز اروح فين، ايه الفرص اللي عندي. ممكن يكون عندي جنسيه تانية كويسه، عندي مثلا اقامه في بلد معينه وانا عايز اروح اعيش هناك، عادي جدا. الدنيا مش في امريكا بس، بالعكس امريكا فيها مساوئ كتير جدا، بلاش مش وقتها ان احنا نقولها. هي الميزه الوحيده ان هو في تريننج محترم. بعد ما اخلص تريننج مش ضروري ان انا اقعد في امريكا اصلا او هكذا يعني. لكن هي الفكره كلها، لو انا عندي اوبشن تاني، عندي اولويات تانية، عندي حاجه او طريق مفتوح ليا مش مفتوح لغيري، خلاص بفكر فيه. بس لازم تكون عارف ان مجهودك وطاقتك محددين، مش فاتحين انليميتد. وبالتالي ما تدخلش في طريق انت مش هتستفاد منه غير معلومات، والشهاده اللي انت تعبت فيها فلوس وطاقه ومجهود دي كلها مش هتعترف في المكان اللي انت رايح فيه. تمام؟ بالتوفيق يا رب. وفي فرق بين البورد اللي هو انا خلاص خلصت معادله ورحت امريكا خدت تريننج، البورد بقى اللي انا خدته بعد التريننج ده معترف بيه في العالم كله. لكن اليوسملي بس امتحانات مزاوله المهنه، او اللي بتخليني اعرف اشتغل في امريكا، اللي هي اليوسملي مش معترف بيها في كل الدنيا. لا، في بلاد تانية بتحتاج تعمل الامتحان الخاص بيها عشان تشتغل فيه. وبالتالي لو انا تارجت بلد معينه، لازم اعرف نظامها ايه وامتحاناتها ايه واركز عليها. بالتوفيق يا رب ان شاء الله. ولو استفدت من الفيديو اعمل له شير، ممكن يفيد حد غيرك، وخد لفه في الاكونت كده ان شاء الله تستفيد. السلام عليكم.